الفراخ اهي. طبعا تاكليها بقى بمكرونة او رز ابيض او عيش، تحفة تحفة. شاورما الفراخ تحفة. تاكليه، شوفي، تاكليها على المكرونة بقى، تاكليها على المكرونة تحفة. بصوا، بالبصلة والفلفل الأخضر، تشويحة شاورما زي اللحم بس فراخ. شايفين؟ مع المكرونة أو اديلها صدمة كده الأول، حط الفراخ صدمة، دي شاورما فراخ. ادي الفراخ الأول صدمة، طبعا أنا متبلة الفراخ من قبلها، اديت لها صدمة كده في السمنة. اديت لها صدمة كده في السمنة. بعد ما الفراخ اتلوحت في السمنة هنزل عليها بالبصلة بتاع التتبيلة بتاعتها، هنزل عليها بالبصلة بتاعتها بتاعت التتبيلة. هشوحها في البصلة بتاعتها. طبعا انا متبلاها التتبيل، ملح، فلفل، زعتر، حبهان بودر، حبة جنزبيل، حبة كركم، حبة بابريكا. عندك فلفل الوان حطي، ما عندكيش حطي فلفل اخضر.
الله. بحب ازود لها كده طماطمية متقطعة على الفلفل عشان تطعمها. قيمة الفراخ هخرط عليها القرن الفلفل والطماطمية عشان تطعمها، واسيبها انا ايه الفراخ هسيبها تستوي مع بعضها كده، وهزودها بس ايه سنة مية عشان الصوص بتاعها. بتاعتي الشاورما بتاعتي هزودها بس سنة مية عشان الصوص بتاعها، عشان اعمل لها صوص، واسيبها بقى وهدي عليها. هسيبها وهدي عليها تاخد سويتها مع نفسها. طبعا نعملها مع مكرونة. حبة ملح، حبة زيت، الشاورما بتاعتي شفتوا الشاورما بتاع الفراخ، شفتوا الصوص بتاعها، شفتوا الصوص بتاعها. طبعا لما تيجي بتعملي المكرونة بتنزليها تحت المية الساقعة عشان النشا بتاعها، لان لو هتعمليها بشاميل ما بتحطهاش تحت المية الساقعة، انما اللي هتطبخيها بصلصة حمراء بتحطيها تحت المية الساقعة عشان النشا بتاعها. سمنة وزيت، صلصة المكرونة بتحط لها سمنة وزيت عشان الزيت بيخلي فيها لمعة. بحب احط في صلصة المكرونة هريسة فلفل احمر، وطبعا انا بحبها بالطماطم الفريش، يعني انا بحب صلصة المكرونة بالطماطم الفريش. لو معلقة صلصة كده مفيش مانع، بس انا بحب احط لها طماطم فريش واحط لها حتة هريسة، تبقى طعمة قوي الهريسة اللي بتتحط في المكرونة.